الناس اللي بتخسر 25 و50 مليون عشان يبقوا اعضاء في مجلس الشعب، انا هسألكوا سؤال واحد والله ما في غيره. بالله عليك انت هتخسر 50 مليون عشان خاطري انا؟ انت هتخسر 50 مليون عشان ترعى مصالحي انا؟ انت هتخسر 50 مليون عشان لما رخصتي تنسحب تروح تتوسط عند الضابط وتجيبها لي؟ ما هو عندنا نواب كتير تخصص رخص يعني. بالله عليك انت هتخسر ال 50 مليون عشاني؟ انا عايزك تجاوب. بتقول ايه؟ بتقول ودين انك كذاب، والله انك كذاب، اقسم بالله انك كذاب، كذبت وخسئت. 50 مليون ايه اللي بدك تخسرهن عشاني؟ 50 مليون بتوع ايه اللي انت هتخسرهن عشاني؟ طيب احب اقول لك ان الحلال لا ياتي عن طريق الحرام ابدا ابدا نهائي. ازاي؟ انت النهارده بدك تدفع 50 مليون عشان تيجي، سواء كان في قائمه او في غيره، توصل لمجلس الشعب باي طريقه كانت. احب اقول لك انك بفلوسك خدت مكان حد مجتهد كان ممكن يجي ويخدم الناس، بس للاسف معوش فلوس. انت بفلوسك الكثير خدت مكانه، واحنا بالمناسبه ما بنحقدش عليك، ما بنحقدش عليك، ولا هنقول لك من اين لك هذا، ده مش دورنا ولا دي وظيفتنا، ولا احنا اللي هنحاسبك، ربنا هو اللي هيحاسبك. ولكن انت عايز تخسر 50 مليون عشان تخدمني انا؟ يا نهار مش فايت. انا مش قادر استوعب الجمله 50 مليون عشان تخدمني في ظل انني محتاج 10 جنيه ومش لاقي. يعني بلاش تستخفوا بعقول الناس، بلاش تستخفوا بعقول الناس. انت عايز تخسر 50 مليون لمواطن محتاج 10 جنيه؟ يعني حتى كلام غير منطقي، كلام غير منطقي بالمره. يعني انتوا بالكلام اللي احنا سمعناه ده احبطونا احباطا محبطا، يعني احباط محبط. ليه؟ انتخابات ايه اللي تخليك تخسر عليها 50 مليون؟ هتكسب من وراها ايه؟ يعني انت عشان تصرف 50 مليون على الاقل بدك 100 مليون، ال 50 اللي صرفتهم 50 مكسب. ده العقل التجاري بيقول زي كده. ففيها ايه عشان تكسب من وراها 100 مليون؟ ولا اكتر ولا اقل؟ فيها ايه؟ فيها ايه عشان تخسر 50 مليون من جيتك؟ هتجيب من وراها ايه؟ فيها سبوبة احنا ما نعرفهاش؟ فيها مرتبات احنا ما نعرفهاش؟ فيها لقمة عيش يعني؟